يا جماعه الراجل ده انا مش فاهمه للامانه، انا طالع في لقاء النهارده بيقول حاجه غريبه قوي، بيقول لك انا فوق القانون اصلا بقى. طب ليه يا معلم؟ يعني مين مضايقك؟ طيب زلاتان ابراهيموفيتش بيحكي موقف حصل معاه في بدايات مسيرته يعني الكرويه، يحكي طبعا ان دي من اوحش اللحظات اللي عدت عليه يعني، وبيقول ان دي اخر مره انا بكيت فيها. المره دي لما كنت في نادي مالمو، ولما دورت يعني لقيت النادي مالمو ده هو نادي في الدوري السويدي اصلا، يعني دي حاجه في بدايات مسيرته. يعني انت متخيل دي اخر مره عيط فيها كانت في بدايات مسيرته؟ اما فضلت العب موسم كامل وفي الاخر راتبي ما نزلش وما استقبلتش راتب يعني من النادي، فبعت قرار رسمي مني للنادي ان انا عايز الثلاث نقط اللي هم كسبوها بسببي. فالنادي رد عليه قال له ان احنا بعتنا الراتب بتاعك لوالدك ووالدتك لان انت اقل من السن القانوني ان احنا نديك الراتب بتاعك. قال لهم طب تمام، يبقى انا كمان عايز الثلاث نقط اللي انا كسبتكم فيها في كل الماتشات، والدوري اللي انا كسبته لكم لان انا هداف النادي وهداف الدوري لان انا اقل من السن القانوني. انا راجل اقل من السن القانوني ان انا اجيب الاهداف دي وان انا اجيب لكم النقط دي كلها. يحكي ان اليوم اللي بعده على طول راتبه كامل كان عنده في حساب. الراجل ده دايما تصرفاته بتبقى غريبه ودايما بتبقى مبهره الصراحه، يعني محدش يقدر يلوي دراعه بمعنى اصح. حد يعقله يا جماعه، او حد يلغي لنا التوقف الدولي عشان انا جبت